السلام عليكم. هذا الفيديو غنديرها بالزربه باش نتكلم على الساعه الاضافيه. الكادر شوف السي حزيز هبط شي شويه. يلاه الساعه الاضافيه واخا دكتور حمدي كما قريتو في اسبريس قال لي انه المضار ديال الساعه الاضافيه كثيره، خصوصا ملي كتزاد، لانه الاثنين الذي يلي اضافه الساعه كيتزادوا السكتات او الازمات القلبيه ب 25%، لان هذا الشيء منافي للطبيعه. الساعه البيولوجيه ديال الانسان مقاده على 24 ساعه. انا كنثيق بان الحكومه الاولويه ديالها هي المواطن، ولكن الا كان الاولويه هو المواطن كنخليو ديك المساله ديال توفير الطاقه وديك الشركات اللي خدامين مع فرنسا ولا دول واحده اخرين وخاص الساعه تكون زايده باش يكونوا بالتوازي، وكنفكروا في الانتاجيه العامه للبلاد. والانتاجيه العامه للبلاد مرتبطه بالمواطن اللي خدام في كاع البلايص، مرتبطه بالتلاميذ اللي حنا كنقريهم دابا باش يكبروا يشدوا لنا المغرب ديال غدا، واللي كيمشيو في الظلام وكيمشيو مكتئبين مساكن. فهاد القضيه راه ما خداماش. كنتمنى بانه تكون التفاته ما تزادش الساعه. يمكن في الصيف الامر يناقش، ولكن طول العام راه التعدو هذا ولا تنقصات في رمضان راه كتنقص الاسباب والناس عارفين، ولكن ما بقاوش نفكروا ما نصوموش بزاف، بلاص ما يبدا مع 6 ونص يبدا مع 7 ونص. خصنا نفكروا في العام كامل كي غادي تكون الامور. والسلام عليكم.